السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. اليوم ما جيتش بيديا خاويين، جبت لكم واحد العصير اللي كيجي خاطر وغزال اللي يحمقوا عليه الوليدات الصغار والكبار. صراحه هاد الله كيحيد واحد الشحفه زوينه وحق الله العظيم الا غادي تجربيه ما غاديش تندمي. بمكونات اللي هما بساطين وبمكونات اللي هما يعني عندنا في ديورنا بثلاثه ديال المكونات. المكون الرئيسي ديالهم اللي هو الفريز، كيف ما كتعرفوا ان البنات الفريز موجود تبارك الله بثمن مناسب. لا بليبار ديال العائلات المغربيه راه كياخذوا كيديروا في فريكو على حسب هذا الشهر هذا ديال رمضان، وتحتاجيه حتى من مورا رمضان. راه كيجي غزال، كيجي خاطر، وكيجي زوين. وحتى بالنسبه للوليدات الصغار المدرسه يعني التبلون ديالو يقدروا انهم ياخذوه، ما تخسريش فيها فلوس الحانوت. خصك فيما تدي وليدك للمدرسه خصك تاخدي لي داناب ولا تاخدي لي، راه كيجي صحي وكيجي غزال وحسن حسن حسن من ديال الحانوت ب1000 درجه. غادي تبقاي معايا باش غادي نوريك شنو هما المكونات اللي درنا في هذا العصير الغزال وكيفاش الطريقه ديال كيفاش صايبناه. راه ما غاديش تندمي الا جربتيه والله العظيم. بقاي معايا. في كاسرونه غادي ناخذ حليب، بالنسبه اللي عنده العائله كبيره يقدر يدير يطرو ونص. بالنسبه لي 3 ديال لي بيرسون ولا هذا السيترو ديال الحليب، انا درت هنايا السيترو وشويه اللي درت على حساب 3 ديال الناس. واخا كيبقى كيعجبني، انا كيعجبني يبقى نشربو كيبقى يعني ما كيوقع له حتى شي حاجه. صافي غادي ندير معلقه ديال سنيده بالنسبه للحلاوه على حسب الذوق ديال كل واحد اللي باغي يدير. انا درت معلقه الله يجعل البركه. صافي وغادي ناخذ الشاصيه ديال الفلون ديالي بالنسبه كما قلت لكم قبيله البنات. الا كانت مثلا يطرو ولا يطرو نص تقدري ديري 3 ديال الشاصيات. انا هنا اكتفيت غير بوحده بركه. صافي غادي نحرك هاد المكونات كاملين حتى ينسجموا مع بعضياتهم بحال كنصايبوا الفلون البنات. يعني السر ديال هاد العصير هذا من مورا ما كيعقد لينا الفلون وداكشي، يعني ماشي دابا. صافي انا غادي نديرهم ينسجموا مع بعضياتهم بحال هكا وغادي نديرهم في البوطه ان شاء الله حتى يبغي يفيض لي. المهم بالنسبه للبنات، المهم راكم عارفين الفلون كيفاش كيتصايب باش زعما ما نكثرش عليكم بزاف. ها كيف صافي الفلون راكم عارفين البنات ملي كيفاش كنصايبوا الفلون. صافي كنجي لهنايا كنجبد السليفات ديالي كيكون بحال هكا وكنديرو في السليفات صافي وكنديرو في الثلاجه. عاد ديك الساعه غادي نصايبوا العصير ديالنا صافي حتى يتقادى البنات، يعني حتى يجمد. والفريز ما تجبدوش، خليوه في فريكو، ضروري يكون مكونجولي باش كيجي بارد وكتجي فيه ديك العقوديه وديك الخشوريه كتجي غزاله. والله العظيم ما تندموا عليها البنات، غير جربوا. صافي كندخل الفلون ديال الثلاجه مده ديال اللي كيعقد ليا راكم عارفين. وصافي صافي غادي نجبد المونينيكس ديالي من بعد ما عقد البنات. انا جبت الفريز هو كما كتشوفوا مكونجولي والفلون ديالي راه بدا صافي راه تقاد. غادي نديرهم في مولينيكس. هذه هي الطريقه البنات، يعني ملي يعقد لك بحال هكا غتجبديه غادي تطحنيه ديريه في مولينيكس وزيدي عليه الفريز. صافي البنات من بعد الا شفتوها البنات ثقيل، ملي ما بغاتوش ثقيل زيد فيه شويه ديال الحليب، لكن كيعجبك هكاك هو ثقيل ماشي مشكل. هانتوما كتشوفوا الفريز كيفاش مكونجولي. انا غادي نطحن هادشي البنات، ما بغيتش نصدعكم بمولينيكس. انا غادي نطحن هادشي هذا وغادي نرجعوا باش نوريكم كيفاش غادي تجي هذيك الخطوريه ديالته. وعرفتوا واحد الناس ما كتطلع البنات ديال الفريز وديال هذاك الفلون راه ما يمكنش وحق الله. عرفتوا انايا راه مدمنه هذا رمضان هذا والله ما خطيته، وليت مدمنه عليه على شي حاجه اللي تستاهل انك تجربيها. صافي هنايا شوفوا لي انا كنكبو في الكيسان، شوفوا لي كيفاش التقوليه ديالته كيفاش دايره. والله العظيم الا جربتوا البنات ما تندموا عليه، خصوصا لوليداتكم. يعني تهناو من الحانوت كل مره عصير، كل مره داو شي حاجه صحيه، يعني تعطي لوليداتك شي حاجه صحيه ولعائلتك، ماشي شي حاجه ما عارفاها كيفاش تصايبات ما نقيه ما حتى شي حاجه. وصافي كان هذا هو الشكل النهائي ديال الفريز ديالنا والعصير الفريز ديالنا بالمكون الرئيسي
اللي كيجي غزال وكيجي كيحمق بالصحة والراحة وبالصحة. فطوركم.